أجواء بلدة يعبد في رمضان لها رونقا خاص يميزها عن باقي البلدان وحتى المدن المحيطة بها. فما أن ينتهي أهالي يعبد من قضاء صلاة التراويح في المسجد حتى تعمر الشوارع الرئيسية ويتمشى الناس شبابا وشيبا حتى يصلون إلى المقاهي، حيث يلتقي الأصحاب يسهرون ويتسامرون ويروحون عن أنفسهم بكوب من الشاي أو القهوة الذكية المذاق والرائحة. نحب نضلنا مبسوطين ومشيفين، ما في اشي ينغص على حياتنا، احنا جماعة شيفة. صارت الكوش اللي عند اهل يعبد اصلا، نروح على باقي البلاد الثانية اللي بجنبنا تلقاها خراب، طب ليش احنا نعمل بلادنا خراب واحنا بايدينا نعمر؟ الجلسات في مقاهي يعبد تشد الزائر بنظره وتعد ديوانا للكرم لكثرة الناس وكثرة المقاهي فيها. يعبد تشتهر منذ القدم بكثرة القهاوي، حتى يقال انه اهل يعبد بضيفوا الضيف على القهوه، ما عدا دار طزاع احنا يعني احنا نضيفهم بدورنا عدم المواخذه. ويلتقي الاصحاب كي يتبارون في لعب الشدة او الشطرنج او طاولة الزهر بحماسة كادمان بحار ادمن الابحار في السهر. يعبد العظيم من مناهل هالعذاب، يعبد العظيم من مناهل هالعذاب، نحن ارتوينا والعسل سلسال باب يا حبيبي. إذا اعتاد أهل يعبد على ارتياد المقاهي والنوادي الليلية، وأدوات عشاق السهر هي السيجارة والأرجيلة وفنجان من القهوة، يعزفون بها طيلة ساعات الليل في بلدة يعبد قضاء مدينة جنين في هذه البر لوكالة الانترنيوز.